يلا اجت المدارس يلا. حمودة دفاتر، عزوزة دفاتر، محمود دفاتر، هاي أقلام محايات وبرايات، أقلام محايات برايات، أقلام محايات برايات. انتي مافي روحي من هون يلا، روحي مافي اعطيها لماما. محمود بنطرون، كنزي، أحمد بنطرون، كنزي، عزوزة بنطرون، كنزي. ايه ايش ضل؟ ضل شاطر. شناطي، صندوق. سنطاي، محمود شنطاي، بابا وهي سنطاي، على وهي سنطاي. أخدتوا حق أقلام خلص انتهينا. تنزلوا بتشتروون. ايش ضل؟ ايه كتاب ذكريات. دفتر رسم لا. دفاتر الرسم، هاي دفتر رسم، دفتر رسم، دفتر رسم. ايه ايش ضل؟ ما ضل شيء. خلصين؟ خاصين. هذا مرحبا. سبحان الله الأولاد ما بحسوا إنه المصاري شلون إجت، التعب اللي إجوا فيه، بس بيعرفوا إنه إجت مدرسة خلاص. يعني بدهم خرجيتهم، بدهم لبس جديد على المدرسة، دفاتر جدد، أقلام جدد، محايات، برايات. بس الفرحة اللي بتشوفوها بعيونهم أول ما بياخذوا مصروفهم وبتجيبوا هون المدرسة هي فرحة يعني تشيل الهم كلياته والتعب اللي الإنسان بتعبه مشان يقدم لأولاده. يعني المبلغ تبع المدرسة عامة كل دول العالم مو مبلغ سهل، يعني كل دولة حسب دخلها ودخل الفرد مبلغ كبير شوي، بس ما بيطلع شي بإيد. يعني المدارس هي قصة كل سنة، وكل سنة الأولاد بكونوا عمال بيستنوا بالنهار فتحة المدارس لينزلوا على السوق يفرحوا على الأغراض الجدد، على الكتب الجدد، المقالم الجدد، جناطي، اللبس، الحلاقة. الحمد لله. بس يعني إنه هو حمل ثقيل. هلا كثرة الأولاد ما هي كويسة، يعني كويسة ما هي كويسة إنه تعب. يعني الإنسان بده يركض ليقدم حسب عدد الأولاد اللي عنده. هلا أنا عندي 4، بس كثرتهم حلوة. وقت اللي بكبروا ويصيروا شباب بصيروا عزوة بيجوا هيك على البيت هن ونسوانهم وولادهم، تحس حالك أنتجت شي بالحياة. بس إذا كانوا ولد أو ولدين أنا ضد هالفكرة جدا. يعني طلع ولد عاق، سمع كلمة مرته ما أجي عندك صفيت وحيد. يعني البنت هلا حنونة، يعني البنت قطعة من الجنة، حنونة لأبعد حدود. بس البنت كمان يعني تعتبر صارت لابن الناس. يعني صحيح بنتك بس ما فيك تمون عليها بالزيارات اللي عندك بجياتها بروحاتها، بس ابنك يعني وين من راح وين من اجي اخر شي بده يجي لعندك. يعني لازم الواد المرضي الواد البار يعني بيجي لعند اهله بالجمعة مرة، بالعشرة ايام، بالشهر، بس مو اكتر من هيك. بس البنت بجوز ايام وسنين ما تشوفها، ظروفها، ظروف جوزها، ظروف حياتهم، يعني شي مو بالايد. هذا برجع. فانتوا اعطوني رايكم، ايش سويتوا بالمدارس؟ ايش قضيتوا؟ هلا في ناس معها مادة مثل العادة الحمد لله، الله يرزقهم ويرزقنا، ما بياكلوا الهم هاد. بس اللي ما معه جمعيته على قدها، وآجار لا فواتير لا كهرباء لا مي إلا المدارس ما يحمل صغير، حمل كتير كبير. والله يهون كتبي أحسن شي ترجع سوريا مثل ما كانت، وأحسن إن شاء الله وتخلص الحرب ونرجع بلادنا. يعني بسوريا كمان كان حمل بس ما كنا نحس فيه لهالدرجة هاي. بس هون يعني عامة كل إنسان يعني بده يبعت ولاده على المدرسة دي يكونوا بمستوى اللي بالمدرسة. يعني ما فيك تبعت ابنك اليوم بخرجية 5 ليرات ما بقى تسوي شي. رفقاته جينا على المدرسة بخرجية 25 و20 و50 و100، فمضطر تواكب العصر، تواكب الوضع الحالي اللي انت فيه. بتمنى تكونوا انبسطتوا
وعجبتكم القصة. هي قصة مؤلمة شوي وحزينة شوي بس